السلام عليكم يا جماعة، مبارك عليكم إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. يا جماعة، الأهلي والزمالك وزيزو، الحوار بتاع الأهلي والزمالك وزيزو، مين يا جماعة اللي غلطان في القصة دي؟ الأهلي ولا الزمالك ولا زيزو؟ طب لو هنتكلم عن الأهلي، الأهلي قدامه فرصة في لعيب فري عقده دخل في فترة قانونية وما جددش مع ناديه في الوقت القانوني، والأهلي راح وتعاقد معاه. هل الأهلي يسأل عن كده؟ هل الأهلي يتقال عليه خطفه من الزمالك؟ طب هل لو كان فريق تاني خده، كنت انت هتعمل نفس القصة بتاعتك او هتزعل نفس الزعل ده، ولا كان بالنسبة لك عادي؟ طب انت عارف ان اوباما مشي من عندك الموسم اللي فات، راح دايركت على بيراميدز، ما حصلش اي خلاف ومحدش قال ان بيراميدز بيفضي لعيبة الزمالك رغم انه رايح دايركت. طب انت عارف برضو ان بيراميدز واخد الشناوي واخد جبر واخد كان عمر جابر واخد مصطفى فتحي، واخد يجي أربعة أو خمسة منك دايركت حتى مش كباري يعني. طب هو أنت ليه ما بتقولش إن بيراميدز سياسته إن هو يفضي الزمالك وإن هو عايز يفشل الرياضة يعني؟ طيب أنت برضو بتقول إحنا عملنا زيارة ومفترض العلاقات كويسة. طب ايه معنى العلاقات الكويسة؟ هل انت لو لعيب عايز تمشيه او ما بتجددلوش، المفترض ان العلاقات الكويسة تقول ما خدوش منك؟ يعني انت تطلعه لأي حد ما عدا الأهلي؟ طيب زيزو، هل هو زيزو غلطان؟ الراجل عقده خلص ولغاية آخر لحظة بيلعب عادي جدا، وما عندوش مشكلة ان هو يلعب لغاية لما عقده ينتهي. ايه مشكلة زيزو في كده يعني؟ ليه نلومه او ليه نهجم عليه او ليه مثلا نحاول نقطع فروته او نكسر صورة ليه في النادي؟ ليه؟ هتقول لي بيماطل. اللعيب بيماطل. طيب حتى لو بيماطل، القصة في ايدك انت كنادي. انت معاك وقت قد كده عشان ترد لنا خبر بآه او بلا، ودي شروطنا. هنجدد لك ب100، هنجدد لك ب20، مش هنجدد لك خالص، دي شروطنا. انا مش شايفه بيماطل. يعني هو الراجل مش بيماطل، الراجل كان عايز فلوس كتير. يمكن الراجل كان عايز يمشي ويقول ان الحوار من عندكم، ممكن دي ابها عادي. بعجزكم عشان امشي ويبقى من عندكم. بس لو انت كنت حققت له الشرط التعجيزي كان هيقعد. هو بيستعبط مش بيماطل، بس العبط او الطريقه دي انت كنت قفلتها. لا يا باشا، معاك يومين بالعرض بتاعنا اللي هو ده. حتى لو الكلام اللي هو فيلا مش متشطبه، هو دي اللي عندنا ودي اللي احنا هنديهولك. وافقت وافقت، ما وافقتش ما وافقتش. لكن انت ساب الباب موارب. الزمالك، انا اشوفه مش غلطان برضه، عشان انا ما غلطش. الزمالك له حق يجدد ما يجددش، انت فهمتني. عادي، الزمالك مش غلطان. الزمالك بس الزمالك كان عليه انه يبقى اوضح مع جماهيره. القصة كلها واللي انا بقول لك عليه، الزمالك ليه حق ما يجددش مع زيزو. زيزو طالب فلوس كتير قوي. هو لعيب كويس بس كتير على امكانياته، والزمالك شايف ان انت ما بتستاهلش كده. اللي كان ناقص الزمالك ان يقول لجماهيره لا يا جماعه مش هنجدد للراجل ده، الراجل ده ما يستاهلش الفلوس دي كلها حتى لو هيحصل صخب. لكن الشاهد في القصه كلها ان الزمالك عملت حساب للجماهير او مش الزمالك، ان مجلس الاداره عمل حساب للجماهير ان هو يقلب عليه، فطلع بلوشي من الزمالك. القصه دي برضه هتخلينا نتكلم بعدين في موضوع علاقه الجماهير بالاداره، دي نقطه مهمه قوي. بس بالاخير الاهلي مش غلطان. زيزو شاف مصلحته فين، ونادي الزمالك ما غلطش بس كان عليه ان هو يصالح الجماهير. يا جماعه الراجل ده مش فلوسه كتير وما يستاهلش الفلوس دي، الكلام اللي بيتقال دلوقتي. ودايما يا رب الاهلي والزمالك في خير.